سيادة السفير تمام سليمان، أهلا وسهلا بكم في القسم الكردي من إذاعة SBS. أهلا وسهلا وشكرا لكم. سيادة السفير، صار لكم شي سنة هون في أستراليا. كيف الأوضاع بعد سنة بالنسبة للجالية السورية وبالنسبة لعملكم في أستراليا؟ نعم، شكرا عزيزي. أولا نحن جئنا منذ عام كامل في شهر شباط من العام الماضي 2004. جئنا لإنشاء السفارة السورية، وهي أول سفارة لسوريا في أستراليا. منذ وصولنا إلى أستراليا بدأنا بالتواصل واللقاءات مع مختلف أبناء الجالية السورية. ليس المطلوب من كل سوري أن يكون في حزب البعث، جئنا لوضع حدود بين كون الإنسان سوري. هذا هو الانتماء الأول، انتماؤنا الأول نحن كسوريين، أبناء بلد واحد، أبناء وطن واحد. نسعى جميعا لأن نعبر عن هويتنا وانتمائنا السوري لبلدنا. أبناء سوريا كلهم مدعوون لأن يكونوا عائلة واحدة، أبناء دين واحد. أقول لهم أنا الدين السوري، كل من له دينه سوري أن يكون تحت هذه الراية السورية. والسفارة تمد يدها وتفتح أبوابها لجميع السوريين لكي يتصلوا بنا. نحن جئنا هنا لخدمة أبناء الجالية، ونحن أنا وزملائي في هذه السفارة نحن موظفون لخدمة أبناء الجالية. وأنا أعتبر أن السفارة السورية هي بيت لكل سوري. وأحب أن أشكر القسم الكردي حقيقة، يعني لأن الأكراد في سوريا هم جزء هام جدا من المجتمع السوري، لهم مساهمات كبيرة، لهم تضحيات كبيرة قديمة. وفي العديد من المناسبات في حرب تشرين التحريرية كان هناك الكثير من التضحيات من الأكراد السوريين. وأنا شخصيا لي صداقات كثيرة مع إخوتي الأكراد السوريين في منطقة الجزيرة وفي حلب وفي دمشق. حقيقة يعني لهم مساهمات وإنجازات هامة جدا، وأنا لي حماس خاص معهم. لا أدري هذا الأمر الحقيقة. كنت في الولايات المتحدة في نيويورك في بعثتي السابقة، وكان هناك العديد من الإخوة الأكراد السوريين الذين رفعوا اسم سوريا عاليا. لهم مساهمات في مجلس الشعب طبعا كما تعرفون، في العديد من قطاعات الدولة. وهناك العديد من الأكراد في وزارة الخارجية السورية من السفراء، حسب إذا كنتم تعلمون ذلك. السفيرة سعاد الأيوبي هي من أهم السفيرات الحقيقة. السفيرة سعاد أيوبي الآن سفيرتنا في اليونان، سفيرة متميزة. وهناك بعض الإخوة الزملاء الدبلوماسيين في وزارة الخارجية السورية، لي صديق منهم وائل ديركي، والكثير حقيقة. ذكر الأسماء لا يكفي لأنه معروفون للجميع. ولكن أريد أن أقول بأن المجتمع الكردي في سوريا مجتمع متميز، له حضوره في جميع الفعاليات، ونحن نفتخر بالأكراد الموجودين في سوريا. قبل سنة تماما من الآن في 12 من آذار كانت هناك أحداث في المناطق الكردية وفي دمشق وفي حلب إثر مباراة كرة قدم، واعتقل بعض الناس. بعد ذلك سيادة الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع الجزيرة قال الأكراد في سوريا جزء مهم من نسيج المجتمع السوري. كثير من الأكراد كانوا سعداء كثيرا من يسمعوا من سيادة الرئيس بشار الأسد هذا القول، وكانوا يترقبون حدوث تغييرات في السياسة السورية تجاه الأكراد. قلتم بأن الأكراد لعبوا دورا كبيرا في كل المجالات في سوريا، لكن الأكراد لم يحصلوا على حقوق مثل حقوق الثقافية كاللغة حتى. يعني لا توجد مدرسة واحدة في كل سوريا تسمح فيها تدريس اللغة الكردية. لا توجد حتى في إذاعة دمشق حتى ولو ساعة واحدة في الأسبوع باللغة الكردية. في الجامعات اللغة الكردية غير موجودة، في الإعلام غير موجودة. فطبعا عالمنا الآن تغير، وهناك كثير من الدول تفتخر بالتلوين اللغوي في أستراليا كما ترون مثلا في إذاعة SBS 68 لغة في إذاعة واحدة. يا ترى ما هي العوائق أمام هذا التغيير ليحسوا بالفعل بأن الأكراد جزء مهم من نسيج المجتمع السوري؟ ما هي هذه العوائق؟ نعم، شكرا جزيلا أخي العزيز. أولا بالنسبة للأحداث التي وقعت في العام الماضي، هذه الأحداث كان لها طابع فردي شخصي، ولم يكن لها طابع
عرقي لنقل. نحن لا نقول إن الأكراد أحدثوا مشكلة، لا، الأكراد لم يحدثوا مشكلة أبدا، وإنما أحدث مشكلة هو بعض الأفراد الذين أرادوا أن إحداث حالة من الشغب، وهذا الأمر يكون في أي مكان، ليس فقط ولا علاقة له بنظر سوريا بكونه كردي أو غير كردي، لأن سوريا لا تنظر إلى الأكراد لأنهم جزء من المجتمع السوري فعلا كما قلنا. يعني إذا حصلت حادثة في دمشق مثلا أو في حمص أو في اللاذقية وهناك بعض المشاغبين، يجب أن يتعرضوا للمساءلة القانونية ويتعرضوا إذا كان الأمر يستدعي الاعتقال أو غير ذلك لأنهم أخلوا بالأمن، فهذا الأمر يحدث في أي مكان، ولكن ليس لأنهم أكراد. طبعا يجب علينا أن نميز بين أولئك الذين لديهم وضع قانوني، مثلا إذا جاء شخص أردني وبشكل غير قانوني واستقر في سوريا واستوطن في سوريا فيعتبر غير قانوني. فلماذا على سبيل المثال هناك أكراد لديهم وضع قانوني وهناك أكراد لديهم وضع غير قانوني؟ الدولة الحكومة تنظر إليهم على أنهم غير قانونيين، أولئك فرضا الذين جاءوا من تركيا أو من العراق ربما في بعض الأحيان بشكل غير قانوني، فهذا الأمر لا علاقة له بكونه أكراد. يعني تنظر الحكومة السورية لهذا الأمر على أن لهم وضع قانوني بصرف النظر عن كونهم أكراد أو غير أكراد. عفوا، نحن نتكلم الآن عن المجموعة الكردية المحرومة من المواطنة السورية، لكن هذه الجماعات كانت عندها مواطنة سورية وانسحبت منهم. هذه الجماعة في الوقت الحالي لم يأتي أحد منهم من العراق، الناس هذول كان عندهم المواطنة السورية. ولكن أنا بالذات هنا أتحدث عن إعطاء الحقوق الفعالية للأكراد السوريين كاللغة مثلا، كحق يكون عندهم الإعلام باللغة الكردية، مدارس باللغة الكردية. ما هي العوائق أمام هذه المسائل البسيطة؟ لماذا؟ هذا من مصلحة، برأيي كصحفي، هذا من مصلحة سوريا، من مصلحة سوريا. مثلا إذا كان الأكراد السوريين يتمتعون بهذه الحقوق فسوف يكون هناك إيجابيات كثيرة، وحتى الأكراد الموجودين في الأقسام الأخرى راح طبعا يساندوا في سوريا. نحن نعيش في القرن 21. في الحقيقة مثل موضوع إنشاء المدارس وغير ذلك والإذاعات باللغة الكردية، هذا موضوع يبحث في إطاره الخاص. أنا لست على علم حقيقة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا المجال بالنسبة ليس للأكراد فقط ولكن لأي قومية أخرى كالشركس والتركمان ربما والأرمن. فلا أدري ما هو الإجراء الخاص المعمول به، لأنه عندما نفكر بهذا الأمر يجب أن نفكر بهذا الأمر بمستوى شمولي، يعني يجب أن نفكر بكيفية إعطاء هذا المجال للجميع وليس لجهة معينة فقط. لا يوجد طبعا ما يمنع أن استعمال اللغة الكردية، والكل يستعمل، الأكراد الموجودون في سوريا يستخدمون اللغة الكردية في الكثير من المناسبات، ولكن فقط إنشاء جامعة أو إذاعة أو مدرسة هذا الأمر طبعا يبحث في إطاره الخاص. ربما يبحث قد يبحث في مجلس الشعب، وبالحوار وبسياسة الحوار يمكن تحقيق أي شيء ممكن. يا سيادة السفير، بكل احترام، الشيء اللي أنا لاحظته في سوريا مع أن مئات السنين مرت، لكن الكثيرون من الناس لا يعرفون الوضع الحقيقي للأكراد. الأكراد وضعهم ليس كوضع الشركس أو التركمان. هناك مناطق كردية واسعة في سوريا، وهناك الآلاف من السوريين يسكنون في دمشق وفي حلب وفي الرقة وفي مدن أخرى. إذا قلنا بأن الكل مساوون، طبعا الحقيقة لا تري هذا الشيء. لا نحسن أن نقارن اللغة التي يتكلمها الأكراد بهذا العدد الكبير باللغة التركمانية أو الشركسية. الأرمن عندهم مدارس من عشرات السنين، لديهم مدارس في كل مكان، في حلب، في دمشق، ولغتهم مسموحة. هنا في أستراليا ترون حتى 20,000 كيلومتر بعيد من الشرق الأوسط، هون مثلا العرب والأتراك وكل الناس من خلفيات أخرى لديهم مدارسهم، لديهم إذاعاتهم. حتى بضعة آلاف كردي في أستراليا لديهم
إذاعة في SBS. نأمل بأن مثلا سيادتكم وأناس مثلا بأن يلعبوا دورا جسرا بأن تتغير هذه السياسة القديمة. ما رأيكم بهذا؟ نعم، شكرا. حقيقة أقول لك أخي الكريم، نحن هنا في أستراليا على استعداد لنقل أي وجهة نظر إلى الحكومة السورية، ولنقل أي اقتراح وأي طلب وأي رغبة من الجالية الكردية هنا في أستراليا. وأنا أرحب ب زيارة إذا كان هناك مجموعة ممن يرغب بأن يزور السفارة السورية ويقدم مقترحات بشكل رسمي. أنا أرحب بهذه الفكرة وهذا الإجراء، ونحن ننقل هذه الاقتراحات إلى السلطات في سوريا وإلى مراجعها العليا، وثق تماما بأن أي اقتراح سوف يدرس. أي طلب تستلمه السفارة سواء شخصيا أم بالوسائل البريد بالفاكس بأي طريقة، نحن سوف نأخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار ونرسلها إلى سوريا بكل أمانة، ومع اقتراح السفارة بمعالجة هذه الأمور لما هو خير للجالية الكردية ولجميع السوريين. سيادة السفير تمام سليمان، سفير الجمهورية السورية، أشكركم كثيرا على وقتكم، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البرنامج الكردي في إذاعة SBS. شكرا. أشكر البرنامج الكردي حقيقة، وأنا يعني سعيد لأن أتحدث عن البرنامج الكردي.